اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. الحلقه الاولى من مسلسل وينزداي. بيبدا المسلسل في يوم دراسي في مدرسه نانسي ريجن الثانويه، وبنكون مع بنت اسمها وينزداي. بنت شكلها غريب ونظراتها اغرب. وينزداي بتتفاجئ ان اخوها باجزلي متكتف ومحبوس في الدولاب بتاعه، فبتنقذه وبتساله مين اللي عمل فيه كده، فبيقول لها انهم شله من الاولاد لكن هو ما يعرفش اساميهم ايه. وفجاه وينزداي بتجيلها رؤيه بكل اللي حصل، وبتقدر تعرف مين الولاد اللي عملوا في اخوها كده، وبتروح لهم على حمام السباحه. واول ما بيشوفوها واحد منهم بيتريق عليها جامد، فبتقوله ان اللي هو عمله مع اخوها مش هيعدي بالساهل، وبترمي اسماك البيرانا المتوحشه في الحمام علشان تخليهم يترعبوا ويجروا بسرعه بره الحمام. لكن الاسماك بتموت واحد منهم وهي بتكون مبسوطه باللي بيحصل. بعدها وينزداي بتكون مع باباها جوميز ومامتها مورتيسا اللي واخدينها ورايحين على مدرسه اسمها نيفرمور، ودي مدرسه للمنبوذين والمتحولين اللي تصرفاتهم غريبه. لكن وينزداي ما بيكونش عاجبها اللي بيحصل، بس مامتها بتقول لها ان ده افضل حل ليها، خصوصا بعد ما المدرسه رفضتها عشان اللي هي عملته في الولاد في حمام السباحه، وانها كان ممكن تتحبس لولا ان باباها قدر يحل المساله مع اهالي الطلبه دول. باباها بيقول لها انها هتكون مبسوطه في المدرسه دي قوي لانها المكان اللي قابل مامتها فيه، ده غير انها هتلاقي طلبه كتير زيها وهتقدر تتاقلم معاهم بسرعه. وبيوصلوا المدرسه وبترحب بيهم المديره لاريسا اللي بتقول لوينزداي انها كانت شريكه مامتها في السكن في نفس المدرسه، وانها معجبه بالسجل الدراسي بتاع وينزداي، عشان كده هي قابلتها في المدرسه في نص السنه. ده غير ان التاريخ الطويل لباباها ومامتها مع المدرسه كان سبب كبير في قبولها. مورتيسا بتكون قلقانه علشان العلاج النفسي بتاع وينزداي واللي امرت بيه المحكمه، لكن لاريسا بتطمنها وبتعرفها ان في معالج نفساني معتمد في المدرسه وهيعمل جلستين في الاسبوع. لاريسا بتاخد وينزداي وبتوريها السكن بتاعها، وبيكون هو نفس السكن اللي كان بتاع مامتها لما كانت طالبه، وبتعرفها على شركتها في السكن ايند اللي بترحب بوينزداي جامد، بس بتتفاجئ انها بتقابلها ببرود. فبتقوم مامتها بتعتذر لها وتعرفها ان وينزداي دي عندها حساسيه من الالوان اللي موجوده في السكن. ايند بتاخد وينزداي في جوله في المدرسه وبتقول لها ان المدرسه دي مخصصه للوحوش والمنبوذين، وبتعرفها على الفئات اللي موجوده فيها زي فئه مصاصين الدماء واللي موجودين من آلاف السنين في المدرسه، وفئه المستذئبين اللي بيتحولوا ذئاب بالليل، وفئه الحراشيف او الاسماك وزعمتهم بيانكا اللي انفصلت عن فنان المدرسه المحبوس اكزامير. وينزداي بتقول لها انها مش مهتمه بكل ده لانها مش ناويه تقعد هنا كتير، وده علشان هي مش عاوزه تخلي باباها ومامتها يوصلوا للهدف بتاعه، وهو انهم يخلوها نسخه منهم عشان هي ليها طموحاتها الخاصه بيها وما بتحبش حد يتدخل في حياتها. بعدها اسره وينزداي بتودعها ومامتها بتتكلم معاها وبتعرفها انها مش هتسمح لها تهرب من المدرسه دي مهما حصل. وينزداي بتقول لها انها مستهونه بيها قوي وان عندها قدرات كتير هي ما تعرفش عنها حاجه، لكن مامتها بتقول لها ان مش هتلاقي مكان تهرب فيه مهما عملت. ووسط كل ده مامتها بتديها سلسله هديه علشان تخليها معاها، وبتطلب من اورتش السواق بتاعها يديها الكره المسحوره اللي هتواصلوا من خلالها. بس اللي ما تعرفوش وينزداي ان مامتها بتحبها قوي وزعلانه جامد على فراقها، لكن جوميز بيطمنها وبيقول لها ان وينزداي مش هتكون لوحدها، وبيخلي ايد مسحوره تروح على المدرسه عشان تكون جنب وينزداي. في الغابه اللي جنب مدرسه نيفرمور بيكتشف مأمور المدينه والمساعده بتاعته بقايا جثه بشريه. المساعده بتاعته بتقوله ان اللي حصل ده نفس اللي حصل في الحادثتين بتوع الاسبوع اللي فات، فبيطلب منها تصدر تحذير للناس عشان محدش يعمل مخيمات في المنطقه دي، وان ده بسبب الدببه اللي بتهاجم البشر. لكن المساعده بتاعته بتقوله انت عارف ان اللي عمل كده مش الدببه، فبيقول لها انه عارف ان اللي عمل كده من مدرسه نيفرمور، لكن مفيش دليل على كده، ولغايه ما يثبت الكلام ده هيقولوا للناس ان الدببه هي اللي بتعمل كده. تاني يوم وينزداي بتشوف بيانكا وهي بتغلب ولد اسمه روين في صاله الالعاب بتاعه المدرسه، فبتتحداها وبتكسب عداوتها من اول لحظه، لكن بيانكا بتغلبها وبتعورها في وشها. روين بياخدها على العياده وبيعتذر لها عن اللي حصل، وبتعرف منه انه مش عاوز يقعد في المدرسه دي زيها، لكن وينزداي بتقول له انه يحاول يكون اقوى من كده وبتسيبه وبتمشي. بس وهي ماشيه في حد بيوقع عليها تمثال من على السور، لكن اكزامير بينقذها في اخر لحظه، وبتعرف منه انه عمل كده عشان بيرد لها الجميل بتاعها عشان هي انقذته من الموت لما كان سنهم 10 سنين. بس هي مش فاكره اللي حصل، لكن هو بيفكرها باليوم بتاع جنازه جدته اللي كانت صاحبه جدتها، وانهم كانوا بيلعبوا مع بعض وهو استخبى في التابوت وكان هيموت لولا انها انقذته. وينزداي بتفتكر اليوم ده وبتقول انه شكله اتغير خالص. كل اللي بيحصل ده
والايد المسحورة بتكون مراقبة وينزداي لحظة بلحظة، لكن وينزداي بتقدر تكشفه وبتقبض عليه وبتهدده انها تحبسه في الدرج لحد ما يموت او انه يساعدها في كل اللي هي عاوز تعمله. الايد المسحورة بتكون خايفة من وينزداي علشان هي عارفة انها شرانية، فبتوافق على كل اللي هي بتقوله. الصبح بتاخدها المديرة لاريسا على مدينة جيريكو علشان جلسة المعالج النفساني دكتورة كينيبوت، واللي بتحاول تتكلم مع وينزداي عن حياتها الشخصية وبتقول لها انها عارفة حبها لكتابة الروايات وانها كتبت 3 روايات حلوين وكانت هتنشرهم في الجريدة، بس وينزداي بتعرفها ان مديرة التحرير ما عجبتهاش روايتها ورفضت تنشرها، وانها قالت على الروايات بتاعتها كلام مش كويس وطلبت منها تتعالج عند دكتور نفساني. عشان كده وينزداي بعتت لها رسالة شكر على ذوقها. بس وهما بيتكلموا وينزداي بتطلب انها تخش الحمام وبتهرب من البيت بسرعة، بس بتخبط في تاجر خضار وبتشوف انه هيموت في حادثة بعد شوية، لكن لما بتلاقيه بيقول لها كلام مش كويس بترفض انها تنصحه. بعدها بتروح على الكافيه وبتقابل ولد اسمه تايلر واللي بيكون محتاس ومش عارف يصلح مكنة القهوة، فبتساعده وبتصلحها وبتطلب منه يوصلها لأقرب محطة قطر، فبيوافق انه يساعدها بس بعد ما الشيفت بتاعه يخلص، لكن هي بتكون مستعجلة وبتحاول تديله فلوس عشان يمشي معاها قبل ميعاد الشغل، بس هو بيرفض ياخد الفلوس وبيطلب منها تستناه لحد ما يخلص شغله. لكن وهي قاعدة بيدخل عليها 3 ولاد وبيضايقوها، فبتتخانق معاهم وبتضربهم، وبيوصل مأمور القسم اللي بيتفاجئ باللي هي عملته، وبتعرف وينزداي ان تايلر يبقى ابن المأمور، وبتدخل عليهم لاريسا وبتعتذر للمأمور وبتعرفه ان وينزداي هربت منها، لكن المأمور بتاع القسم بيقدر يتعرف عليها وانها بنت جوميز اللي هربان من الشرطة ومحكوم عليه بالسجن في جرائم كتير، وبيقول لها انه من اللحظة دي هيراقبها، لكن وينزداي ما بتردش عليه وبتمشي مع لاريسا. وهم راجعين لاريسا بتطلب من وينزداي انها تبطل تكسب عداوة كل اللي حواليها وتحاول تعمل صداقات مع اللي حواليها، لكن وينزداي بتصمم على اللي في دماغها وبتطلب من اينيد انها تساعدها وبتستخدم الكمبيوتر بتاعها عشان تبعت رسالة لتايلر، وبتخلي الايد المسحورة تروح له عشان يعرف انها عاوزة تتكلم معاه، وبتطلب منه يساعدها على الهروب في يوم المهرجان بتاع المدينة، وبتقوله انها هتديله المبلغ اللي يطلبه، لكن تايلر بيقول لها انه هيساعدها من غير فلوس لانه نفسه يهرب معاها من المدينة الكئيبة دي، بس مش هيقدر يسيب بابا لوحده. وفي يوم المهرجان وينزداي بتلاقي لاريسا بتراقب كل تحركاتها، فبتطلب من تايلر انه يقابلها اول ما الالعاب النارية تشتغل. تايلر بينفذ اللي وينزداي قالته، بس قبل ما يمشوا بيديها الملف بتاع باباها الموجود في اسم الشرطة، واول ما بيبداوا يتحركوا بيلاقوا ال3 ولاد اللي وينزداي ضربتهم في الكافيه عاوزين يتخانقوا معاه، لكن تايلر بيقول لها انهم لازم يهربوا منهم علشان يلحقوا ميعاد القطر. بس وهم بيهربوا وينزداي بتشوف روين وبتشوف رؤية انه هيموت في الغابة، فبتروح وراه عشان تنقذه، لكن بتتفاجئ انه عاوز يموتها، وبتعرف ان هو اللي رمى عليها التمثال من سور المدرسة، وده بسبب صورة ونبوءة لمامته من 25 سنة واللي كانت عرافة قوية في المدرسة، وهي اللي رسمتها في الصورة وقالت له انها البنت اللي هتموت كل اللي في المدرسة، وان قدره انه لازم يتخلص منها قبل ما تعمل كل ده. وبيظهر فجأة مخلوق من العدم وبينقذها وبيموت روين وبيختفي. وينزداي بترجع على السكن وبتتكلم مع باباها ومامتها اللي بيسألوها عن اخبارها في المدرسة، فبتقول لهم انها حبت المكان ده قوي بعد كل اللي شافته. تبدأ الحلقة الثانية من المسلسل بضابط شرطة بقيادة المأمور جيليان، وهما بيدوروا على جثة روين في الغابة بس ما بيلاقوش اي اثر ليها. المأمور ما بيصدقش كلام وينزداي عن اللي حصل وان في وحش ظهر فجأة وهو اللي موت روين، وبيكون شاكك ان اللي عمل كده حد من مدرسة نيفرمور، وكلامه ما بيعجبش لاريسا مديرة المدرسة واللي بتقول ان روين هرب من المدينة وما ماتش، وبتطلب منه يمشي من المدرسة، لكن وينزداي بتقول لها انها عاوزة تتكلم مع المأمور على انفراد. لاريسا بتوافق وبتطلب من وينزداي انها تكون حذرة في كلامها مع المأمور، وبتقول للمأمور انه لو حاول يقدم اي تهمة لاي حد في المدرسة بدون دليل هتبلغ العمدة بتاع المدينة. وينزداي بتقول للمأمور ان في حد بيحاول يغطي على الجريمة بتاعت روين، بس هما بيتكلموا بيلاقوا روين فتح الباب ودخل عليهم علشان يخليهم في حالة صدمة. وفي جلسة العلاج النفسي دكتور كينيبوت بتحاول تفهم من وينزداي سبب كذبها، لكن وينزداي بتقول لها انها ما كذبتش وان كل اللي قالته حصل قدام عينيها. دكتور كينيبوت بتحاول تقرب اكتر من وينزداي عشان تتكلم معاه بصراحة، لكن وينزداي بترفض ده وما بترضاش تتكلم في اي حاجة تاني. وبعد ما الجلسة ما بتخلص بتقابل تايلر
وبتعرف منه ان هو كمان محكوم عليه من المحكمة بجلسات العلاج النفسي بسبب خلافاته مع باباه، وبيحاول يعرف منها ايه اللي حصل في الغابة مع روين. فبتقول له ان الكل مش مصدقها، فبيقول لها ان هو مصدقها. وينزداي بترجع على المدرسة وبتقابل إينيد وبتقول لها انها حاسة ان في حاجة غلط حواليها وان في حد بيدبر لها مكيدة وانها مش هتسيب موضوع موت روين يعدي كده. إينيد بتقول لها ان إكزامير ممكن يساعدها في كده عشان هو شريك السكن بتاع روين. وينزداي بتروح على مكتب لريس وبتطلب منها تسمح لها تتكلم مع روين، لكن بتعرف منها ان المدرسة طردت روين لأسباب سرية، وبتفاجئها انها عارفة بموضوع الرؤية اللي بتجيلها دايما، وده علشان مامتها كان بيحصل معاها نفس الموضوع وهي في سنها، وبتسألها ان كانت حكت لمامتها على الموضوع ده ولا لا. وينزداي ما بتردش عليها، بتغير الموضوع وبتطلب منها تشارك في النشاط المدرسي ولازم تختار مجال تشارك فيه قبل نهاية اليوم. وينزداي بتروح على الإيد المسحورة وبتطلب منها تراقب روين زي ضله، وبتقابل إكزامير وبتسأله عن روين، فبيقول لها انه الفترة الأخيرة بقى يتصرف تصرفات غريبة وكأن حد مسيطر على عقله، وبيطلب منها تبعد عن تايلر عشان هو ولد مش كويس. لكن وينزداي ما بتصدقهوش، وبالصدفة بتقابل روين وبتحاول تتكلم معاه، لكن ميس سورنهيل المشرفة بتاعة المدرسة بتقول لها ان ده ممنوع، وبتاخد روين وبتمشي، والإيد المسحورة بتكون لازقة في العربية بتاعته. في محطة القطر روين بيدخل الحمام وبيغير شكله من طالب لراجل عجوز. طبعا الإيد المسحورة ما بتاخدش بالها من اللي حصل وبتفضل تدور عليه في الحمام وفي كل حتة وما بتلاقيهوش. في الوقت ده بتلاقي ان الراجل العجوز ده هو لاريسا مديرة المدرسة، والإيد المسحورة بترجع لوينزداي اللي بتتخانق معاها وبتتهمها بالتقصير. وينزداي بتروح لإينيد وبتطلب منها تمثل شخصيتها في المنحى عشان هو ده النشاط بتاعها، وهي عارفة ان لاريسا هتكون مراقباها، وهي عاوزة تروح الغابة تدور على دليل يساعدها على حل اللغز بتاع موت روين. إينيد بتوافق بس بشرط ان وينزداي تصالح الإيد المسحورة الأول عشان هي زعلانة منها. وينزداي بتروح للإيد المسحورة وبتعتذر لها وبتعرفها انها قلقانة قوي من الصورة بتاعت مامة روين، وانها مش عاوزة تكون سبب في اي حاجة وحشة تحصل للمدرسة او لأي حد من الطلبة، وانها متأكدة ان في حد ورا كل اللي بيحصل ده. من ناحية تانية تايلر وباباه بيتخانقوا سوا علشان تايلر مش عاوز يحكي لباباه عن اللي بيحصل في جلسات العلاج النفسي، وبيطلب من باباه انهم يتعشوا سوا، لكن باباه بيعرفه انه رايح على الغابة علشان يدور على دليل في قضية روين. وفي الغابة تايلر بينقذ وينزداي قبل ما باباه يشوفها، وبتعرف منه انه اتعود يراقب باباه عشان بيحبه وبيخاف عليه مع انهم مختلفين مع بعض. وبيعرف منها انها جت عشان تدور على دليل في قضية روين وعاوزة تعرف ليه الوحشة انقذها من الموت. بس وهم بيتكلموا بتلاقي النضارة بتاعت روين، وبتشوف رؤية بيكون فيها اللي حصل يوم ما التمثال وقع عليها، وبتشوف كمان الكتاب اللي روين خد منه الصورة اللي هي مرسومة فيها وان في علامة مائية مخفية على الصورة دي. فبتروح بسرعة على المكتب وبتعرف من مشرفة المدرسة ان الكتاب اللي هي بتدور عليه يخص اتحاد طلابي قديم اسمه نايت شيد، بس الاتحاد ده تم حله من زمان ومش موجود دلوقتي. بعدها وينزداي بتروح على السكن بتاع إكزامير وروين عشان تدور على الكتاب، لكن ما بتلاقيش الكتاب، وبتلاقي قناع غريب تحت السرير بتاع روين، وفجأة بيوصل إكزامير فبتستخبى بسرعة تحت السرير، وبتوصل بيانكا اللي بتكون عاوزة تتكلم مع إكزامير تطلب منه انهم يرجعوا لبعض، لكن هو بيرفض وبيقول لها انها انسانة مخادعة ومش صريحة وهو مش قادر يسامحها. بيانكا بتقوله انها عارفة انه معجب بوينزداي وانه اتخانق مع روين عشان كان عاوز يموتها، وبتسأله هو ايه اللي عاجبه فيها، فبيقول لها انها واضحة وصريحة. وينزداي بتسمع الكلام ده وبتكون مندهشة قوي، وبتتفاجئ كمان ان بيانكا عاملة خدعة في إينيد عشان تهزمها بكرة في المسابقة. وينزداي بترجع على السكن وبتلاقي إينيد بتعيط عشان المساعدة بتاعتها في المستشفى، فبتقول لها ان اللي عمل كده هي بيانكا وانها هتكون المساعدة بتاعتها في الفريق علشان يكسبوا المسابقة ويغلبوها. تاني يوم في المسابقة الكل بيتفاجئ ان وينزداي هي المساعدة بتاعت إينيد، وبما ان المسابقة ما فيهاش اي قواعد فبيانكا بتعرف تستغل ده قوي لمصلحتها، خصوصا وانها زعيمة الاسماك، فبتخلي واحد من نفس جنسها يساعدها ويعطل الفرق التانية. لكن وينزداي والإيد المسحورة بيكون ليهم رأي تاني، وبتستغل خدعة بيانكا ضدها وبتقدر تغلبها هي وإينيد ويكسبوا. بس وسط الاحتفال بتسليم كاس المسابقة وينزداي بتكون قاعدة لوحدها بعيد عن الدوشة، وبتشوف رؤية تعرف منها انها هي المفتاح، وبتلاقي العلامة اللي على الكتاب اللي بتدور عليه موجودة في الكتاب اللي ماسكة التمثال اللي وراه. فبتروح بالليل وبتحل اللغز المكتوب وبتقدر تفتح بوابة لمكتبة سرية كبيرة، وبتلاقي الكتاب اللي بتدور عليه، لكن في حد بيخطفها من قبل ما تمشي من المكتبة. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو انتوا حابين المسلسل ده وعايزين اكمله يا ريت تقولوا لي في الكومنت. يا رب يكون الفيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.